في ماتش ولا في الأحلام بين الأهلي وبيراميدز، شفنا أحداث جنونية هتفضل في الذاكرة فترة طويلة من اللحظة الأولى وحتى صفارة النهاية. كان ماتش مليان توتر وكل رمشة فيه بخناقة جديدة وكارت أصفر. ده مش مجرد ماتش، ده كان فيلم أكشن بلمسة درامية. وأنا هنا مش جاي أقولك أحداث، لأ، ده أنا هقولك ما خلف الكواليس. بدأت القصة لما الأهلي قرر يبدل محمد طاهر قبل ما الماتش يبدأ، ونزل مكانه رضا سليم بسبب إصابة طاهر. كان تغيير مفاجئ، لكن ده كان بس البداية. بعدها الشيبي عمل حركة غريبة لما رفض يسلم على لعيبة الأهلي قبل الماتش، وكأنه بيفكر الناس إنه لسه مشكلته مع الشحات مكملة، برغم إنه الشحات اعتذر كتير، بس هو مصر. ما علينا، خلافات لعيبة تحلها مع نفسها. وبعدين يبدأ الماتش وكله مشدود، ومرة هجمة لبيراميدز ومرة هجمة للأهلي. وزي ما التوتر كان معسكر في الملعب بسبب جول الأهلي اللي كمان كان واصل لدكة بدلاء بيراميدز، لحد ما يطلع مصطفى فتحي وكان باين إنه مش عايز يخرج علشان عنده لسه اللي يقدمه، ويرفض يسلم على ليوريتيتش المدير الفني. وفي وسط عتاب بن شريف إكرامي لمصطفى فتحي عن إنه إزاي يتجاهل المدرب، الموضوع يتطور ويحصل شد في الكلام بين الاتنين لدرجة إن اللعيبة بتقوم تفصل بينهم. وده كله الشيبي والشحات مفيش أي احتكاك بينهم، ده في يمين الأهلي وده في يمين بيراميدز، لحد الدقيقة 76 اللي تتقطع فيها الكرة للأهلي، ويضطر الشيبي يرجع يكمل مع الكرة عشان كفاية عليه إنه السبب في جول الأهلي. ومن سوء الحظ إن الكرة تكون مع الشحات ويحصل الالتحام اللي كله منتظره من الماتش اللي فات. بس تدخل الشيبي على الشحات مش تدخل واحد على كرة، لا، ده واحد داخل ينهي فيه مسيرة الشحات الكروية في لحظتها، وبعدين ياخد إنذار. بس الحكم يشوف اللقطة تاني ويقرر يلغي الإنذار ويطلع طرد. مش يطلع الشيبي بقى في هدوء وكفاية انك سبب في الجول وفريقك هيكمل ناقص واحد، لا، ده عايز يروح للشحات واللعيبة تبعده وهو مصمم يروح. طب يا ابني هتروح تعمل ايه؟ لولا ان وسام كان مع الشحات علشان يبعدوا عن الخناقات، اعتقد كنا هنشوف ألم جديد. وبعدين يطلع بالعافية من الملعب ويروح لجمهور الأهلي ويقلع التيشيرت ويرفعه. والصراحة جمهور الأهلي ما توصاش، خناقات وقفت الماتش وجدال كتير عليها، ده غير لعيبة بيراميدز اللي راحت تتخانق مع الشحات اللي وقع على الأرض من تدخل الشيبي، وكان منهم زلاكة والشناوي. يا جماعة، الشيبي هو اللي دخل في قصبة رجله، انتوا فاهمين غلط. لاعب ما قدرش يتحكم في انفعالاته فكان عقابه الطرد. لازم يعرف انه الملعب موجود علشان تفرج وتمتع الجماهير، مش موجود لخناقات وتدخلات تصفي بيها حسابات قديمة ليك عند الشحات. وخلاص الماتش يخلص ويحتفل اللعيبة مع الجماهير احتفال خاص من نوعه، وكأنه الدوري في جيب الأهلي. مش خلاص بقى اليوم يخلص وكل فريق يركز في ماتشاته الجاية؟ لا، ازاي؟ الموضوع ما يتقفلش كده، لازم يتقفل قفلة تليق ببيراميدز. بعد الماتش الدنيا ولعت على السوشيال ميديا. دونجا قرر يرفع ستوري على انستجرام بيقول فيها ان الحكم مرتشي ومحابي للأهلي وما حسبش ضربة جزاء لبيراميدز. ده غير الفيديو المنتشر لمروان حمدي وهو بيشتم في جمهور الأهلي. وطبعا أسامة حسن اللي نزل فيديو بيقول انه امتى يعتزل حسين الشحات، ده لعيب لا يمثل غير نفسه ولا يمثل الناس المحترمة ولا يمكن يكون قدوة لأي شاب أو لاعب. بس حسين الشحات ما سكتش، قرر يرفع قضية عليه. أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز قال عبر فيسبوك بعد الهزيمة من الأهلي في الدوري: والله يا أبطال إن إحنا بننافس، العب من غير الشيبي ده موقوف، حاضر، العب من غير رمضان صبحي وهو في أعلى فورمة وكان رايح منتخب بحجة منشطات وهمية. إبراهيم عادل واحد من أحسن اللعيبة في مصر هيلعب معاك وبعدها يسافر، لا معلش ده مصاب يوم 12 ويلعب مع المنتخب 14. سبحان الله، مع ان حقي انه ما يروحش خالص. اعادة شوط سموحة مع ان اللائحة واضحة وبتقول المباراة تحتسب لبيراميدز، ظلم واضح من حكام مباراتين الدوري، ويقول لك الدوري ذهب لمن يستحق، بس برضه حاضر. الرابطة واتحاد الكورة طلعوا يهاجموا النادي لمجرد انه بيدور على حقوقه، وتقول لمنافسة احنا ابطال والله. اما عن الاهلي فهو يترقب بشدة قرارات لجنتي المسابقات والانضباط بشأن تجاوزات لاعبي بيراميدز تجاه لاعبته وجماهيره. وفي الآخر كانت ليلة ممتعة، خسر فيها أصحاب المال وكسبها أصحاب البطولات والإنجازات. بس لازم الجماهير واللعيبة تعرف إن الكورة أكتر من مجرد لعبة، دي رمز للوحدة والشغف، ميدان للروح الرياضية. لازم نفتكر دايما إن الفوز الحقيقي هو في احترام الخصم والحفاظ على الروح الرياضية بعيد عن أي خناقات أو توترات.